السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا بحب الشتاء جدا، وبحب اكلات الشتاء جدا جدا يعني. في حاجات كده بتتعمل في الشتاء بس. ف فبستنى الشتاء بصراحة عشان اعملها، فقلت بقى اعملها معاكم بطريقة سهلة جدا وعلى الكبة، او في الكبة. مش هنعملها على ايدينا زي زمان كده. كنت بقعد انا وحماتي زمان كده، نقعد نعملها على ايدينا لحد لما بصوا كف ايدينا ما بنكونش حاسين بيه. فهنعمله في الكبة النهارده بطريقة سهلة جدا. هو ايه ده يا امان؟ هنعمل النهارده الكسكسي او الكسكاس. بطريقة سهلة جدا وطعم بقى خرافي، تقدروا تعملوا منه حلو وحادق وحاجة كده يعني، فطار وينفع غدا. حلو قوي تعملوا معاه بقى مثلا بط او فراخ محشية، بيكون تحفة. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس ما تنسوش اللايك وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وكمان اشتركي في القناة لو مش مشتركة فيها. ويلا بينا نبدأ على طول نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة كده جبت 3 كيلو دقيق، او على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها، بس انا يعني الكميه اللي معايا دي 3 كيلو دقيق. دي من اللي هو بنجيبه من الهايبر عادي. آم، دقيق فينو يعني. جبته ونخلته كده في الطبق، وبعدين جبت كوبايه من الميه، حطيت عليها معلقه من الملح. وهبدأ بقى ان انا يعني احط ميه. بالمناسبة هي ميه فترة، يعني جايباها من الفلتر عادي. مش ميه لا مغلية ولا ميه سخنة ولا ميه ساقعة ولا حاجة. ميه من الحنفية عادي. وبعدين هبدأ بقى ان انا كده حطيته في البخاخة. طبعا البخاخة اسهل، ودول للمبتدئين، علشان طبعا لو خايفة ان دي يعجن معاكي، لان ممكن ايديكي مثلا تخونك ولا حاجة وتروحي حاطة كمية مية كتيرة فيقلب معاكي عجين. لا، احنا مش عايزينه عجين خالص. احنا عايزينه اكنه عامل زي الرملة المبلولة كده. فعايزينه بقى يعني، مش عايزين نحط مية كتير عشان مش نرجع نحط دقيق تاني ونعمل بقى ندخل في دوامة. يعني هتلاقونا عاملين 5 6 7 كيلو كسكسي لو فضلنا نحط في ميه ونحط في دقيق. فخلي ايدك كده يعني، اعملي في بخاخ احسن، وترشي بقى تحطي 3 4 بخات كده. وتبداي بقى انك ايه تعملي اللي زي ما انا بعمل كده، تفركي في ايديكي كده لحد لما يعمل معاكي حبيبات. تكون حبيبات كبيره كده، يعني ما يكونش فيه دقيق. يكون الدقيق كله جيم فيه ميه وعامل حبيبات كبيره كده. تمام. وبعدين طبعا تحطي الميه زي ما قلت لك شويه بشويه خالص. طبعا البخاخ كان يعني انا قلت اجربه معاكم في الاول، يعني عشان المبتدئين اللي لسه بادئين يعني يعملوا كسكاس. بس طبعا بما اني انا ايدي واخده عليه، فبعمل بالكوبايه عادي، بيكون بالنظر كده. بحط ميه بالنظر، يعني انا بكون عارفه الكميه قد ايه. المهم دلوقتي بقى انا شفت الدقيق ما كانش فيه يعني كله بقى يعني اتغلف بالميه، بس طبعا مش متعجن. انتوا شايفين شكله معايا عامل ازاي. وبعدين هنا بقى هيحصل حاجه. المهم هنا جبت الكبه. طبعا لو عندك الكبه اللي هي صغيره هي هتنفع، بس يعني هتتعبك شويه. هتحطي شويه صغيرين بشويه صغيرين، لكن لو عندك كبه كبيره هتنفع معاكي وهتنجز معاكي جدا. المهم دلوقتي حطيت بقى الدقيق اللي هو يعني مبلول كده بالميه. طبعا عايزاه طبعا عشان يتفرك معايا، وعايزاه يكون شبه الرمله، حبيبات الرمله الصغيره كده. المهم انا هنا بقى عملت غلطه، ان انا فضلت احط في ميه، يعني لو تاخدوا بالكم، فضلت احط في ميه كده والكبه شغاله لحد لما حسيت ان هو هيقلب معايا بعجين. هو لسه مش قلب بعجين، بس يعني حبايه الميه اتشبعت، او حبايه الدقيق اتشبعت بالميه جامد. فلو سويته على كده هيعجن معايا، انا مش عايزاه كده. طيب صلحت المشكله دي ازاي؟ رحت جايبه معلقه دقيق، معلقه واحده، معلقه دقيق، ورحت حطاها في الكبه واديته كده ضربتين. بقى حلو معايا جدا، ومش محتاجه ان انا احط له ميه تاني. فخلوا بالكم ما تكتروش من الميه. شايفين شكله عامل ازاي؟ وده شكله لسه ما استواش ومش حاطين عليه اي حاجه، هي ميه ومعلقه ملح فقط. شايفين لونه تحفه ازاي؟ طبعا في ناس بتحط عليه كمان، يعني بتحط دقيق فينو ودقيق غله، بيكون طعمه جميل. بس دقيق الغله بيخلي لونه مسمر شويه، بيخلي الكسكس لونه مسمر شويه كده، انا ما بحبوش كده. انا عايزاه يكون لونه ابيض وحلو كده، يعني بعمله بدقيق فينو صافي. فحطيت الدقيق. طبعا انا بسويه فين؟ بسويه في حله الكسكاس، بتكون عباره عن حلتين كده، حله وعليها مصفى والغطا بتاعها. وبجيب كده شاشه
تكون نظيفة يعني، او فانيلا تكون ما حدش يستخدمها خالص. فانيلا قطن بيضة. او الشال بتاع الناس العواجيز ده، بس طبعا او بتاع جدك او اي حد، يكون ابيض كده وما يكونش حد يستخدمه خالص. وتستخدميه تروح حاطه فيه الكسكاس زي ما انا عامله كده، وتسيبيه بقى في الحله بتاعه الكسكاس للحاجات دي. يعني مش تستخدميه في اي حاجه تانية. شايفين بقى ما شاء الله حبايه الكسكاس ما شاء الله، تحسوه عامله زي الرمله بالظبط. مظبوط جدا. وخلقوا زي ما انا قلت لكم، خلوا بالكم من الميه. هنا بقى تحسوا انه عامل كتل كده، لا طبعا ده من ضرب في الكبه، فبفركه بايدي كده بيتفك معايا. عملت الكميه كلها ما شاء الله 3 كيلو دقيق. ما شاء الله ما شاء الله حلو جدا. لا تعب بقى ولا اي حاجه. آم، ولا انك تفضلي تفركي في ايديكي كده، بصراحه كان متعب جدا يعني. الواحد الاول ما كان بيفضل يعمل في ايديه كده متعب. ممكن بقى كمان لو عندك عجان بقى هيكون احلى واحلى كمان، احلى واحلى بكتير. وهتتحكمي بقى في الميه براحتك، يعني انت هتحطي دقيق في العجان، وتجيبي البخاخه وتروحي مشغله العجان، وعليكي انت بس بترشي بالميه كده لحد لما الكسكاس يتفرك معاكي، ويعمل زي الرمله، حبايه الرمله المبلوله كده. بصراحه العجان تحفه، بس انا ما عنديش عجان فرحت عاملاه في الكبه. المهم هنا بقى ايه، بعد ما خلصت الكميه كلها، رحت جايبه الشال او الشاشه دي، قافله على الكسكاس كويس. وبعدين حطيته في المصفى وهغطي عليه. وطبعا الحله دي كنت حاطه فيها ميه مغليه، وطبعا ما تحطوش ميه كتير عشان احنا مش عايزين الميه توصل للكسكاس عشان ما يعجنش. تمام، يعني تخلوا في مسافه بين المصفى وبين الميه. وبعدين بروح معليه عليه بقى. وده كده فتحت عليه بعد نص ساعه. ما شاء الله كانت ريحته بجد قلب البيت، يعني كان ريحته خطيره. فتحت عليه بعد نص ساعة كده اشوفه، لقيته طبعا ما شاء الله بدأ يدخل في السوا. فرحت فاصله يعني رحت قافله عليه تاني. وبعدين سبته بقى لمدة ساعة ونص كمان، يعني انا سبته على النار لمدة ساعتين. الكسكاس على رأي حماتي بتقول كل ما تسيبيه على النار وكل ما ياخد نار يكون طعمه احلى واحلى. فانا سبته على النار لمدة ساعتين. اول نص ساعة فتحت عليه علشان يعني اشوفه كده بدأ يعمل ايه، او بدأ يدخل في السوا ولا لأ. لقيته بدأ يدخل في السوا. رحت قافله عليه تاني وسبته لمده ساعه ونص متواصل بقى. وطبعا كل ما يعوز ميه اروح حاطه شويه ميه لحد لما استوى وبقى ريحته تحفه وطعمه فظيع. هنا بقى كانت اخر مرحله خلاص. طبعا انا بدل ما افضل افك بايديا، رحت حاطاه في الكبه تاني يفك كده من بعضه. وبقى معايا احلى كسكاس بجد، طعمه خيالي فظيع. تقدروا بقى تعملوه حادق. الحادق انا بروح عاملاه ازاي، بروح يعني اقلي بصلايه تاخد لون ذهبي كده، وافرك عليها شويه نعناع ناشف مع معلقه سمنه بلدي، واحط عليه بيكون طعمه خطير. وهنا ممكن اعمله بقى حلو واحط عليه لبن وسكر ومكسرات بالف هنا. جربوه بالطريقه دي بجد سهل وبسيط وطعمه تحفه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش المتابعه واعملوا شير للفيديو، وقولوا رايكم في الكومنتات وجربوه. ان شاء الله هيعجبكم. وبيسعدني جدا بصراحه الكومنتات بتاعتكم بتساعدني جدا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ومع ألف سلامة وبألف هنا لكل اللي هيجربوا و... واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة.